السلام عليكم، أسعد الله صباحكم. أتمنى أن تكونوا بصحة جيدة. موقع كرة يكشف خطة الركراكي لاستعادة حكيم زياش. يناقش اتحاد الكرة المغربي والجهاز الفني لأسود الأطلس ملف حكيم زياش لاعب غلاتاسراي التركي بكثير من الحكمة نظرا لأهمية الأخير، حسب ما صرح مصدر مطلع لموقع كرة. وغاب زياش عن آخر معسكرين للمنتخب المغربي، الأول في أكتوبر أول الإصابة، والثاني في نوفمبر ثاني الجاري لأسباب فنية. ومن جانبه يحرص مدرب أسود الأطلس وليد الركراكي على التواصل مع زياش منعا لتوتر العلاقات والأجواء داخل الفريق، وهو ما صرح به تلفزيونيا في الفترة الأخيرة. وحسب ما علم سيتلقى الركراكي مع زياش خلال جولته الأوروبية قبل استئناف تصفية كأس العالم في مارس 2025 لإعادة لاعب تشيلسي السابق إلى المنتخب المغربي وفق شروط خاصة. وسيكون على زياش بذل مجهود كبير في الفترة المقبلة لاستعادة وضعه السابق داخل المنتخب المغربي، والذي صار مهددا بسبب انفجار إبراهيم دياز في آخر المباريات. نجم ريال مدريد إبراهيم دياز الذي تفوق وتألق في المباريات الأخيرة. وحسب ما علم موقع كرة سيلتقي للأسف الركراكي مع زياش خلال جولته الأوروبية قبل استئناف تصفيات كأس العالم في مارس 2025 لإعادة لاعب تشيلسي السابق إلى منتخب المغرب وفق شروط خاصة. وسيكون على زياش بذل مجهود كبير في الفترة المقبلة لاستعادة وضعه السابق داخل المنتخب، والذي صار مهددا بسبب انفجار إبراهيم دياز نجم ريال مدريد وتألقه في المباراة الأخيرة. إخواني، وصلنا إلى نهاية الفيديو، لحلقة قادمة إن شاء الله.